قتلناش ليه؟ يمكن عشان مش حاطط كاتم صوت للمسدسات. الله، وليه ما يحطش كاتم صوت للمسدسات؟ ليه يجيب المسدسات من غير كاتم صوت؟ انت بتقول ايه؟ ايه؟ انت زعلان انه ما قتلناش؟ زعلان عشان ما جابش معاه كاتم صوت؟ اجري وراه، اجري وراه، لسه ما ركبش عربيته، قول له نسيت تقتلنا. لا انا قصدي يعني انه ما كانش ناوي يقتلنا، لانه لو كان ناوي يقتلنا كان قتلنا. صح، لو كان ناوي يقتلنا كان قتلنا. يا ريت يا ريت يكون ده قصده. خلاص اهو يا جماعه، اهو لقيت الاستبن. افتح الباب بسرعه، افتح يا شباشب. ايه؟ الباب ما بيفتحش، ساب المفتاح في الجالون من بره. يبقى مش عايز يقتلنا قتل سريع، الباشا عايز يقتلنا قتل بطيء. مين؟ الحب هو الود والحنية، عمره ما كان غيرة وظنون وأسية. ما كانش كده طبعك يا جميل. اسأل روحك، اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني. غدرك بيا أثر فيا واتغيرت شوية واتغيرت ومش بإيديا. طب أعمل إيه عشان أنول الرضا من تاني؟ انت اصلك ما حسيتش بلهفتي عليك وانت عيان. قلبي ما كانش بيدق، ما كنتش قادر اخد نفسي ابدا. لو كانوا خيروني وقالوا لي يا رموز اخلعي قلبك من ضلوعك واديهوله عشان يزرعهولي، كنت هديهولك عن طيب خاطر. ما تخرطيش على قلبي بصل بقى، ما تحسسنيش بالذنب أكتر من كده. أنا اعترفت بخطئي، أعمل إيه أكتر من كده؟ عقلي مسامحك، عقلي مسامحك والله، بس قلبي غضبان منك قوي. المشكلة إني ما تعاملتش معاك أبدا بحقي، عشان كده مش قادرة أفاصل قلبي وأقول له سامحك. كلمة أنت طارق اللي قلتها لي في وشي لسه سامعاها في وداني، زي ما يكون قلتها لي في وسط جبال في وادي وصداها لسه بيرن في وداني وسامعاها. يعني أفهم من كده إني هرجع البيت تاني؟ ارجع. عموما أنا طبخت لك أكل. طبخت لي إيه؟ شوربة خضار زي أوامر الدكتور. أفهم من كده إني بعد ما أكل شوربة الخضار هنتصالح وتبقى آخر مرة؟ آخر مرة. طيب ولو قلتها تاني؟ احرميني من الشوربة وخصميني لآخر المدى. خلاص أشوف. يا حبيبتي يا رموز. انت السبب فوق يا رفاعي، انت اللي سببت لنا الوبال ده كله بغلطتك. ايوه وانت ايه؟ اوعى ايدك تضرب تاني مره. بقول لك ايه، اوعى تفتكر ان انا بخاف. لا انا ما بخافش غير بربنا، وبعدين يعني عشان تطرمخ عليها هتموتنا كلنا. مالكم؟ حصل لكم ايه يا اساتذه؟ ما انتوا كنتوا داخلين عليا بربطة المعلم وعايزين 7 مليون جنيه عشان تسكتوا، واما بعد وانتي يا اختي خدتك على جنب وقلتلك داري عليا، داري عليا وخديني في حنانك يا اختي وهديكي فلوس. استفدتي ايه دلوقتي لما كشفتيني؟ ادينا كلنا هنموت. النار اللي كانت جوايا من قتل جوزي واللي حصل فيا كان لازم تدوق. ادينا دقناه يا اختي كلنا، وفاضل لحظات على ميعاد موتنا، مش هنلحق ندوق حاجه بعد كده. يا ريتني ما كنت سمعت كلامك يا رفاعي. قلت لي هناخد فلوس من بردوين، يا ريتني كنت سديت وداني وقلت للمدرس الاول. يا اخوي يا اخوي، هو انت سكت جدعانه؟ انت سكت عشان تقبض يا حبيبي. ايوه لما قلت لي ان انت عايز تحل محل بردوين. ايوه، ما انت كنت بتفكر في المكاسب اللي هتاخدها مني لو انا حليت محله. ايوه صح. خونه خونه
بتلعبوا من ورايا. يا ريتني كنت ساعتها صفيتكم كلكم يوم ما اكتشفتوا الحقيقه. اتفضل، القهوة المعنى. متشكر قوي. الله، ايه ده؟ دي مش قهوة، تقولي مانجا، تقولي فراولة، معيار البن والسكر مظبوط بالشعرة. لو انت ابوك كان قهوجي يا ولا ايه؟ الله، انت مال قلبك اسود ليه كده؟ أنا قلبي عمره ما كان أسود أبدا يا مطيع، بس زي ما تقول يعني مخضوضة ومفزوع قوي. من ايه بس؟ منك يا مطيع. ليه بقى؟ ما احنا اتعاتبنا وتصالحنا والمفروض انك سامحتيني. سامحتك بس من ورا قلبي. انا عاوز السماح ده من قدام قلبك. صعب قوي يا مطيع. ليه بقى؟ يوه، عشان انت انسان غدار قلاب، مالكش امان. مع اول مشكله ظهرت في حياتنا مع اني مش طرف فيها فرميت عليا يمين الطلاق، وطلع لك وش تاني ما كنتش اعرفه ابدا، ورميتني من حياتك كده كاني قشره لب كانت لازقه في اسنانك ورميتها. انا فعلا اتسرعت ورميت اليمين. مش ممكن. المفروض راجل زيك عاقل وفي سنك ما يتسرحش ابدا. اصل انت ما تعرفيش الفلوس دي انا عملتها ازاي. 30 سنه من عمري راحوا في المحاكم. اذا كانت سلالم المحاكم اتبرد يبقى اتبرد بسبب جزمي انا شقيت شقه فوق الشقه اللي شقيوه زمايلي المحامين التانيين. انا ما كنتش بقبل قضايا غير من الضحايا واصحاب المظالم. ما كنتش بقبل قضايا من حد ظالم او مفتري. عشان كده ما عملتش فلوس كتير. انا مكتبي كان في حته شعبيه واصحاب القضايا كان معهمش فلوس. كنت اكسب لهم القضيه وارجع لهم حقوقهم، وفي الاخر يا دوبك اخد حق المشاوير. الفلوس دي انا جمعتها جنيه فوق 10 فوق 20 فوق 30 على مدار عمري كله. عشان كده لما حسيت ان فلوسي ضاعت ما دريتش بنفسي. مش انا البني ادم الشقيان يحصل لي كده بعد العمر ده كل ده انا عارفاه ومحترماه يا مطيع، وعشان كده وافقت اني ارجع لك. بس انا اتجرحت